هو انت ليه يا مدير كل يوم بتروح البيت وانت حاسس انك مضغوط جدا وطاقتك مستنفذة؟ هرد عليك من خلال حلقات. كل حلقة هوضح لك فيها حاجة مهمة جدا بتسحب طاقتك دي. اول حلقة النهاردة، انت قاعد في مكتبك والمدير او زميلك داخل عليك وبيقول لك هو انت مخلصتش ليه التاسك ده؟ مش احنا متفقين يتسلم من امبارح؟ فانت فجأة دماغك تبدأ تشتغل، هو بينتقدني، هو شايفني مقصر، هو بيكلمني ليه اصلا بالنبرة دي؟ وتبدأ في رد فعل هجوم. ليه؟ لانك دخلت في مشاعر غضب. تعالي لي كده يا مدير لما اقول لك ان اللي حصل ده موقف بسيط جدا، بس انت اتعاملت معاه بشكل شخصي. فخطوة عملية تقدر تعملها من النهارده علشان تحافظ على طاقتك. خليك اوبجكتيف مش سبجكتيف. يعني اقف وخد نفس واسأل نفسك، هو يقصدني انا؟ بيكسر في قيمتي انا كبني ادم، ولا هو بيتكلم عن المهمة؟ ورد على نفسك، هو بيتكلم عن المهمة، وبالتالي ردك هيكون محايد جدا. تمام، خليني اشوف ايه اللي حصل، اكيد في مشكلة حصلت وانا هحاول اصلحها، اديني 10 دقايق وانا هرجع لك التقرير تاني، والموضوع ينتهي على كده. keep your energy safe يا مدير. حافظ على طاقتك لاخر اليوم، وبلاش تدخل في دوامة الغضب اللي بتسحب طاقتك.